طيب مجالس الاعمال أيوة. لا طبعا احنا عندنا مجالس الاعمال بالعكس، احنا تقريبا اغلب حتى في المجلس المصري الامريكي اللي حضرتك ذكرته دلوقتي اغلب القائمين فيه هم جداد على المجلس ولم يكونوا طب اصلا اقول في لحضرتك المجلس. اسماء؟ لا احنا مش المفروض طيب بعيدا عن الاسماء، الخبر طالع، انا عايز اقول لك حاجه، لا الخبر طالع بيقول ان احنا المجلس الجديد هو اعاده تشكيل بشكل او باخر لمعظمه بينتمي لرجال اعمال خليني محسوبين على برضو النظام بص السابق خليني يا محمد عشان بشكل او باخر. خليني برضو عشان اكون صريح معاك وخليني اتكلم معاك بصراحه. ارجوك احنا لما بنبص للصناعه، انا وظيفتي كوزير صناعه ان انا اشوف مين الكفء في هذه الصناعه، مين الكفء في هذا المجلس واحطه بغض النظر عن الانتماء. انا ما بصنفش بالطريقه دي، اللي يصنفها وظيفه حضرتك يا فندم انك تكتشف الجديد وتدي له فرصه. خليك معايا بس، خليك معايا. اتفضل. النهارده لو في حد بقى ده من النظام ده افسد او ده لم يفسد، المحكمه اللي تحدد كده. لكن احنا كوزاره صناعه احنا النهارده لا، احنا يعني لو استمرينا في هذا الاستقطاب السياسي اللي موجود خارج في الميادين وعملناه كمان في الصناعه وعملناه في الاقتصاد، فاحنا ده مش الاتجاه الصحيح. احنا اللي احنا بنقوله، احنا يعني بنشكل المجلس من اكتر ناس ممكن تفيد هذه الصنعه. بقى بنصنفهمش نقول ده سابق وده لاحق وده لا نصنع هذا التصنيف، لان احنا يعني احنا المفروض عايزين يعني نعزل نفسنا عن المزايدات السياسيه اللي موجوده في